العدو الأخطر في الحفر ليس الغاز الذي تراه، بل الغاز الذي لا تراه. الغازات المجهرية المحبوسة تخدعنا، تجعل المد يبدو أخف مما هو عليه، وتدمر كفاءة المضخات الهيدروليكية. لإخراج هذا العدو لا تكفي الجاذبية، نحن بحاجة إلى قوة فيزيائية تمزق الغلاف السائل حول الفقاعة. نحن بحاجة إلى الفاكيوم ديغاسر. كيف نخلق الفراغ داخل هذا الوحش الحديدي؟ السر يكمن في الفيزياء، وتحديداً في تأثير فينتوري. في الأنواع الحديثة لا نستخدم مضخة هواء لسحب الغاز فقط، بل نستخدم المد نفسه. كيف؟ تقوم مضخة طرد مركزي بضخ المد بسرعة هائلة عبر فوهة ضيقة داخل أنبوب التفريغ. عندما تزيد سرعة السائل في هذه المنطقة الضيقة، ينخفض ضغطه بشكل حاد جدا. هذا الانخفاض يخلق شفطا هائلا يسحب الغاز والمد من الخزان الرئيسي. إنها دورة مغنقة وعبقرية. السائل المتحرك هو من يخلق الفراغ. بمجرد أن يتم شفط الغاز كات مد إلى داخل الخزان تحت تأثير الفراغ، تبدأ المرحلة الثانية. السائل لا يسقط ككتلة واحدة، بل يصطدم بصفائح داخلية مموجة تسمى internal baffle plates. هذه الصفائح تعمل مثل الرئة، تجبر المد على الانتشار والتدفق كطبقة رقيقة جدا فوق مساحات واسعة. لماذا؟ لأن الفقاعة المحبوسة في عمق السائل يصعب إخراجها، أما الفقاعة الموجودة على السطح الرقيق فهي فريسة سهلة للفراغ. هنا تتدخل فيزياء الغازات، قانون بويل. المد الآن يتدفق كغشاء رقيق، والضغط المحيط به داخل الخزان سالب وقليل جدا. الفقاعات المجهرية التي كانت مضغوطة تجد نفسها فجأة حرة، تتمدد بسرعة، يتضاعف حجمها حتى لا يتحمل الغشاء السائل هذا التمدد فتنفجر. الغاز يتحرر ويصعد للأعلى ليتم سحبه عبر خط الفاكيوم لاين، بينما يسقط المد النقي للأسفل بفعل الجاذبية. ولكن كيف يخرج المد من خزان تحت ضغط سالب؟ الجاذبية وحدها قد لا تكفي، لذلك يتم سحبه بواسطة الجيت بامب في نظام الفينتوري، أو عبر صمام عائم يغلق ويفصل الفراغ دورياً ليسمح للسائل بالخروج. النتيجة النهائية سائل متجانس كثافته حقيقية وجاهز للعودة إلى المعركة في البئر. والآن دعنا ننظر عن قرب إلى تصميم المواسير التي تصنع الفراغ. النظام يبدأ من مضخة الطرد المركزي. هذه المضخة تدفع المد بضغط يتراوح بين 25 إلى 50 PSI عبر ماسورة السحب إلى داخل فوهة ضيقة تسمى النوزل، وهي قلب الإيدكتر. عندما يمر السائل بسرعة عالية عبر هذه الفوهة الضيقة، ينخفض الضغط في منطقة الحلق إلى ما دون الضغط الجوي، أي يصبح ضغطا سالبا. هذا الفراغ الناتج يتراوح عادة بين 5 إلى 15 بوصة زئبقية، وهو كاف لسحب الغاز والطين من الخزان عبر ماسورة الشفط المتصلة بأعلى الفيسل. أما ماسورة التصريف فهي تخرج من أسفل الإيدكتر وتعيد المد المعالج إلى خزان الطين الرئيسي. تصميم المواسير يعتمد على أقطار محسوبة بدقة. ماسورة الدخول عادة 6 إلى 8 بوصة، والفوهة أضيق بكثير، وماسورة الخروج تعود للتوسع تدريجياً. كيف تعرف أن الفاكيوم ديغاسر يعمل بشكل صحيح؟ أولاً، راقب مقياس الفراغ أو الفاكيوم جيج على الخزان. يجب أن يقرأ بين 5 إلى 15 بوصة زئبقية. إذا كانت القراءة 0 فهناك تسريب هواء في الوصلات أو مشكلة في المضخة. ثانياً، قارن كثافة المد قبل الدخول وبعد الخروج باستخدام المد بالانس. يجب أن تزيد الكثافة بعد المعالجة لأن الغاز تم إزالته. ثالثاً، استمع للجهاز. صوت الشفط المستمر يعني أن الفراغ يعمل. إذا توقف الصوت أو ظهر اهتزاز غير طبيعي، افحص الفوهة والمواسير فوراً. الفاكيوم ديغاسر ليس مجرد خزان تفريغ، إنه تطبيق عملي لقوانين الفيزياء. السرعة تخلق الفراغ، والمساحة تقهر الغاز. إنه الجهاز الذي يضمن أن ما نضخه في البئر هو بالضبط ما خططنا له: نقاء مطلق وسيطرة كاملة. والآن دعنا نفهم دورة سائل الحفر الكاملة. سائل الحفر يبدأ رحلته من حفرة الطين، حيث يتم تحضيره بالكثافة والخصائص المطلوبة، ثم تقوم مضخات الطين الكبيرة بضخه عبر أنبوب الحفر إلى أسفل البئر بضغط هائل. عند وصوله إلى رأس الحفارة يخرج من فوهات البت بسرعة عالية ليبرد الحفارة وينظف القاع من الفتات الصخري. بعد ذلك يصعد السائل محملا بالفتات عبر الفراغ الحلقي بين أنبوب الحفر وجدار البئر. على السطح يمر عبر سلسلة من المعدات لتنقيته. أولاً الشيل شيكر يزيل القطع الكبيرة، ثم ديغاسر يزيل الغازات المحبوسة،
بعدها الديساندر والديسيلتر يزيلان الجسيمات الدقيقة، وأخيرا يعود السائل نظيفا إلى حفرة الطين ليبدأ الدورة من جديد. إنها دورة مستمرة لا تتوقف طالما الحفارة تعمل.